أطلقت عليها صحافة اسم جميلة الجميلات، وحملت لقبين ملكيين هما أميرة مصر وإمبراطورة إيران. تميزت بحضور وكاريزما جعلتها محبوبة الجماهير. شقيقة الملك فاروق وزوجة شاه إيران الأميرة فوزية، حصلت على كل ما تحلم به شابة بعمرها من جمال وسلطة وجاه، ومع ذلك عاشت بقلب حزين لم يعرف طعم السعادة. كانت فوزية أجمل شقيقات الملك وأكثر أميرات أسرة محمد علي حضورا. نشأت في أوروبا وتلقت تعليمها هناك، ثم عادت بعدها لتقيم في القاهرة. ظلت حبيسة القصر الملكي بقواعده الصارمة، لكن سرعان ما ابتسم لها القدر واتخذت حياتها منعطفا ورديا، إذ تقدم لخطبتها ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي. حظيت الأميرة الساحرة بزفاف أسطوري في القاهرة، وأصدرت كوكب الشرق أم كلثوم أغنيتها مبروك على سموك وسموه. وكان بانتظار الأميرة حفل آخر فور وصولها إيران، وبعد فترة قليلة حصلت فوزية على لقب إمبراطورة إيران. عاشت فوزية حياة سعيدة مع زوجها وابنتهما الوحيدة شاهناز بهلوي، بعد أن أصبح زوجها شاه إيران، وأصبحت تمتلك كل شيء: الجمال والسلطة وأسرة سعيدة. لكن حياتها الزوجية بدأت تنهار. لم تتمكن فوزية من التأقلم مع أسرة زوجها التي اكتشفت كرههم لها، خصوصا بعد أن أصبحت الملكة. أصيبت باكتئاب شديد حتى أنها وصفت حياتها بالبائسة. كان الملك فاروق يتابع أخبارها، وعندما علم أنها غير سعيدة قرر مساعدتها. سافرت لها والدتها الملكة نازلي إلى طهران، واصطحبتها بزيارة عادية إلى مصر، ولم يكن زوجها على علم بتخطيط أخيها. وفي اليوم التالي أعلن الملك فاروق بقاء أخته في القصر، وانقطعت العلاقات المصرية الإيرانية، واضطر الشاه لتطليقها مرغما. خسرت فوزية حينها لقب إمبراطورة لتعود إلى لقبها الأصلي الأميرة فوزية. بعد أعوام قليلة تزوجت فوزية من العقيد إسماعيل شيرين، آخر وزير للحربية في مصر بالعصر الملكي، وأنجبت منه حسين وندية. ولكنها لم تكن تعلم بأنها ستخسر لقبها الملكي مجددا، وأن زملاء زوجها بالجيش يرتبون ثورة على أخيها الملك فاروق ونفيه خارج مصر. تجردت فوزية من ألقابها الملكية، وعاشت بعدها حياة متواضعة مع زوجها الثاني حتى ماتت بصمت عن عمر ناهز 91 عاما. شاركنا برأيك، هل السعادة تكمن بالألقاب التي يحصل عليها الإنسان في حياته؟